تعرف انك تقدر تراقب تحركات زوار موقعك وايه اكتر الاماكن اللي ضغطوا عليها، وبناء على تحليل المعلومات دي هتقدر تعرف ايه هي التحسينات المفروض انك تعملها في موقعك، وده بدوره هيؤدي الى زياده معدل التحويل اللي بالتالي هيؤدي الى زياده مبيعاتك. انا محمود نبيل، والنهارده هنتكلم عن الهيت مابس او الخرائط الحراريه. الهيت مابس او الخرائط الحراريه تعتبر من الادوات المهمه جدا اللي تقدر تراقب بيها سلوك زوار موقعك، زي مثلا ايه اكتر الاماكن اللي ضغطوا عليها، وده بيتم من خلال اضافه كود برمجي داخل موقعك. بمجرد اضافتك للكود ده بيبدا يسجل فيديو لكل زياره دخلت موقعك، وبعد كده بيدمج كل الفيديوهات دي وبيعمل لك خريطه حراريه للموقع. المناطق اللي هيظهر فيها اللون الاحمر بكثافه ده معناه ان زوار موقعك ضغطوا في المكان ده بشكل اكبر. اللون الاصفر يدل على عدد ضغطات بشكل اقل، يليها الاخضر، يليها الازرق لاقل عدد من الضغطات. فبالتالي هتقدر تحط المعلومات المهمه بالنسبه لك في العناصر اللي زوارك بيتفاعلوا معاها بشكل اكبر، وبالتالي ده هيزود معدل التحويل، وده هينعكس بالتاكيد على زياده مبيعاتك. وعشان تفهم الموضوع بشكل اكبر خلينا نشوف مثال عملي. دلوقتي احنا ركبنا اداه الهوت جار على موقعنا وانتظرنا كذا يوم لتسجيل النتائج. ده بيكون شكل الهيت ماب بعد ظهور النتائج، وزي ما احنا شايفين دي التحركات اللي زوارنا عملوها على الموقع عندنا في الفتره دي. وهنلاحظ الالوان اللي اتكلمنا عنها، الاماكن اللي فيها اللون الاحمر دي اكتر الاماكن اللي زوار الموقع بيتفاعلوا معاها، وفي الجزء ده بيظهر اماكن الكليكس او الضغطات اللي زوار الموقع تفاعلوا معاها. وهنا هنلاحظ ان زوار موقعنا ابتدوا يضغطوا على اللوجوهات، مع ان الجزء ده على موقعنا مش قابل للضغط. فبالتالي احد التطويرات المقترحه بعد ما اطلعنا على الهيت مابس ان احنا هنخلي هذا الجزء قابل للضغط ويفتح صفحه المشروع مباشره. وفي الجزء ده هنلاحظ ان بعض الزوار بيضغطوا على النص مباشره، ومجموعه تانية بتضغط على العنوان، ومجموعه تانية بتضغط على المربع الفاضي. في الاول كان عندنا الزرار ده بس هو اللي بيودي لصفحه الخدمه. بعد ما اطلعنا على التقارير اللي طلعت من الهيت مابس عملنا تحديث وخلينا المربع كله قابل للضغط وبيودي لصفحه الخدمه. واعتقد انت فهمت دلوقتي اهميه تركيب الهيت ماب على موقعك. بس لاحظ ان الهيت مابس بيتم ربطها بموقعك بعد الاطلاق، ومحتاج انك تسيبها فتره عشان تقدر تجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات. ومن اشهر الادوات اللي بتقدم لك الهيت مابس مايكروسوفت كلاريتي وهوت جار. بس خد بالك عشان تقدر تستفيد من الهيت مابس اكبر استفاده ممكنه محتاج تستعين بفريقين، فريق تسويق وفريق برمجه. فريق البرمجه هيربط الهيت مابس بموقعك، فريق التسويق هيطلع لك تقرير بالتحسينات المطلوبه بناء على تحليله للهيت مابس، وده بدوره هترجعه لفريق البرمجه لتنفيذ التحسينات المطلوبه. ولو حابب نتكلم في مواضيع تقنيه تانية تهمك اكتبها لنا في التعليقات.